السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، اللهم صل وبارك عليه. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة ان شاء الله هنعمل العاشورة المصرية زي ما انتم شايفين. كل سنة وانتم طيبين، يدعى علينا وعليكم يا رب كل خير وسعادة. العاشورة المصرية بتاعتنا في الحر هتبقى وجبة غذائية متكاملة، هنعملها ونسقعها ونحطها في التلاجة، هترطب علينا في حرارة الصيف اللي احنا فيها دي. في نفس الوقت هي وجبة غذائية متكاملة بتحتوي على جميع العناصر الغذائية. القمح فيها كفيل انه يكون محتاج كل المواد الغذائية فيه، بروتين كامل متكامل. طبعا في سكر، في لبن، في مكسرات لو في، ولو ما فيش مكسرات هي وجبة غذائية متكاملة. قبل ما نبتدي الفيديو ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة عشان يجيلكم كل جديد. المقادير بتاعتنا ربع كيلو قمح زي ما انتم شايفين. هنقيه كويس ونغسله، لو في حاجه لو ممكن تجيبيه تلاقيه زي الفل زي ما انا جبته كده. وبعد كده هننقعه. النقع ممكن يبتدي من ساعتين لحد 6 ساعات، يعني ممكن نقول 12 ساعه، بس في الحر هيعمل ريح معانا. احنا بننقعه نزود المده عشان نطري الحبايه بتاعتنا. لكن لو نقعتيه اكتر من ساعتين تغسليه وترجعي تحطي عليه ميه تانية. تمام. بعد كده هنصفيه وناخده نحطه في الحله اللي احنا هنسوي بيها. هنجهز ميه سخنه عشان ننجز في موضوع ان هو يغلي بسرعه. هنغليه على مرتين عشان يفشر معنا. يعني يفشر يعني الحبايه تتفتح كده، تبقى عامله زي الفشار وتطرى وتطلع النشا اللي فيها. فانا هسيبه يغلي حوالي ربع ساعه، وبعد كده اطفي عليه فيبتدي يفشر نص تفشيره. وبعد كده ارجع تاني اروح مولعه عليه النار واسيبه يغلي شويه، وبعد كده اسيبه شويه هتلاقيه الحبايه بتاعتك بقت عامله زي الفشاره وطلعت كل النشا البيضه اللي من جوه في حبايه القمح. اهو زي ما انتم شايفين. انا بشرح لكم الاول اللي هيحصل، لكن هو بعد كده اهو ده كده غليناه ربع ساعه، وبعد كده غطيناه وسيبناه. لا اتفشر كده نص تفشيره، يعني طلع نص اللي فيه. بعد كده هنسيبه ربع ساعه كمان وهيبقى ايه اللي احنا محتاجينه. بعد كده المقادير بتاعتنا: كيلو لبن، كوباية سكر، نص كوباية لبن، معلقتين نشا هرميين، قشطة اللي هي بحطها في الفريزر بتاعت اللبن الحليب، لو في جوز الهندي معلقتين او معلقة فايضة عندك من رمضان ولا حاجة، وفانيليا. لو ممكن ما عندكيش ممكن تشتري من العطار ب10 جنيه ب20 جنيه وتستخدميهم، يعلوا بردك التيست. اول حاجه هنعملها بتعلي تيست العاشوره بتاعتنا. هنجيب معلقتين القشطه، لو ما عنديش قشطه هنحط معلقه زبده بلدي او معلقه سمنه بلدي، او قشطه، علبه قشطه ناخد نصها او كلها، كل واحد حسب ظروفه ومقدرته. وهنسيبها بقى تغلي كده مع القمح بتاعنا اللي احنا فشرناه او طريناه، تغلي غلوتين. فلما بتغلي القشطه او السمنه او الزبده مع العاشوره بتخليها تاخد تطعم كده وتعلي التيست بتاعها. بعد كده هضيف اللبن. اللبن ده حليب انا غلياه ومجهزاه ومحطاه في الازازه. هنضيف الكيلو اللبن زي ما اتفقنا. لو ما عندكيش لبن تاني دوبي في النشا، هتاخدي جزء من اللبن حولي نص كوبايه وتدوبي في النشا، مفيش اي مشكله. كليه الاقتصاد المنزلي بتاعتنا علمتنا ان احنا نتصرف، لازم يبقى في بدائل. واحنا بنعمل اي حاجه لازم يبقى عندك البديل، مش اخد الوصفه زي ما هي. افرض انا عندي كذا، لا ما عنديش كذا مش هعمل الوصفه، لا لازم يبقى عندي البديل وابتدي افكر عشان افرح حبايبي وولادي في الايام المفترجه دي. هنحط كوبايه السكر او كوبايه الا ربع. كوبايه الا ربع يبقى يا دوبك مسكر، يا دوبك. كنت عايزاه يبقى سكر حلو، يعني مش هيبقى حلو قوي برضك، هيبقى معقول. هتحطي الكوبايه كلها وهتقلبي السكر بتاعك وتسيبيه بقى لحد ما يغلي. عبال ما يغلي بقى ايه هنضيف الاول معلقتين جوز الهند لو عندك، لو ما عندكيش مفيش مشكله. بس انا بقول الحاجات دي بتعلي التيست بتاعت العاشوره بتاعتنا. تمام. وتخلي طعمها حلوه وطعمه. بعد كده هجيب معلقتين نشا الهرميين اللي قلت لكم عليها وهدوب فيهم اللبن، سواء نص كوبايه اخدتها من كانت عندي او خدتها من الكيلو اللبن اللي انا هحطه العاشوره، وهدوبها كويس. هحط معلقه كمان ايه فانيليا سايله. ما عنديش فانيليا سايله ما قلنا مش هنقف، يبقى عندنا فانيليا بودر، الموجود عندنا يسد. هنحط ايه الفانيليا سواء بودر او سايله. لو بودر هنحطه باكو او باكوين يعني يفضل من اللي هي بتاعت السوبر ماركت، او هنحط معلقه كبيره من الفانيليا السايله وهندوبها كويس جدا. وهنبتدي بقى اللبن بتاعنا اول ما يغلي خلاص هنبتدي بقى ايه نحط
النشا بتاعنا ونقلب بسرعه عشان ما يحصلش اي تكتلات او كلاكيع، والعاشوره بتاعتنا يطلع قوامها حلو انسابيه كده وكريمي. تمام. ما شاء الله اهي، بصوا يا ما شاء الله، بص الوش بتاعها ما شاء الله طالع ابيض، الله اكبر، من القشطه ومن اللبن ومن القمح، حتى اللي طلع الابيض اللي طلع من القمح. يعني هي ما شاء الله دي وجبه غذائيه متكامله يا حبايبي، تقدموها لاولادكم وانتم مغمضين، سواء في فطور او سحور، من غير حتى يوم عاشوراء. كل سنه وانتم طيبين. نعملها في الايام العاديه، وجبه غذائيه متكامله فيها جميع العناصر الغذائيه. هنخلي لازم بعد ما حطيت النشا لازم يغلي، عشان اما احطها في التلاجة قعدت عندي 3 4 ايام، او قعدت معاكي بردك اسبوع في التلاجة ما تبص منك. هنبتدي بقى نصبها. حضر البولات بتاعتنا او الكاسات او الاطباق، الحاجه اللي انت عايزه تصبيه فيها براحتك، دي حاجه بتاعتك انت. تمام. هنصبها بسم الله ما شاء الله، زي ما انتم شايفين قوامها اهو، ولونها ما شاء الله، وريحتها تحفه وطعمها تحفه. اللهم صل وبارك. خلاص كده كده كملنا كل الكميه بتاعتنا. هنبتدي بقى ايه، نبتدي نزوقها بالحاجات اللي عندنا. دي كنافه كانت عندي في الفريزر، فطلعتها ومعلقه سمنه حمرتها. الفكره دي شفتها عند محل حلواني عندنا، فعجبتني وكان طعمها حلو. فممكن تزيني كل الطبق بالكنافه، او ممكن تحطي نصه ساده او ونصه ايه كنافه. والكنافه دي ممكن تستخدميها من غير سكر خالص، او ممكن تحطي عليها معلقتين سيرم اللي هو الشربات الكنافه. دي حاجه براحتك، انت عايزه السكر قليل او كتير. تمام. يا اما هتزوقي الطبق كله زي ما اتفقنا، او هنحط نصه ونصه يبقى ابيض ساده، او نحط نص مكسرات. امكانياتك اللي عندك وحاجه بتاعتك. وممكن تخلي ولادك وحبايبك بقى يقعدوا يزوقوا معاكي الاطباق وكده، ويبقوا فرحانين بمناسبه ايه عاشوراء. كل سنه وانتم طيبين. طبعا اي حاجه عندي ممكن، طبعا زي ما قلت لكم، لو قعدت من غير مكسرات خالص ولا اي حاجه هتبقى بردك طعمها زي الفل. العاشوراء بتاعتنا ما شاء الله مش محتاجه اي حاجه، قيمتها الغذائيه مرتفعه وطعمها حلو جدا. ممكن نستخدم القرفه بردك، زي ما بحط كده القرفه بردك. القرفه من الحاجات اللي ممكن ازين بيها. يعني عندك كذا اختيار ممكن تعملي فيه في تزويق العاشوراء بتاعتنا. نقول الدعاء بقى واحنا بنحط كده المكسرات بتاعتنا، اي شويه مكسرات فايضين عندك من رمضان. اللهم الطف بينا وبعبادك في غزه، وبعبادك في السودان، وبعبادك المستضعفين في كل مكان، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت يا رب العالمين. يا مغير الاحوال غير حالنا الاحسن حال. اهو زي ما نكون لسه بنزين الاطباق بتاعتنا. بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك. العاشوراء بتاعتنا دي طبعا ايه مختلفه عن عاشوراء في بعض الدول العربيه. هم بيعملوها بيسلقوا القمح زينا، وبعدين بيسلقوا اللحمه او الفراخ ويقطعوها نساير صغيره ويحطوها مع القمح اللي هو مستوي دوت، ويخلوها تغلي معاه وتستوي، وبعد كده بيقدموها يغمسوها بالعيش. لكن العاشوراء بتاعتنا مميزه انها بتقدم حاجه حلوه، وقيمتها الغذائيه مرتفعه، فيها جميع كل العناصر الغذائيه زي ما قلت لكم. زي ما انتم شايفين خلصنا، طلعت كميه حلوه وما شاء الله. لسه في كمان في كميه تاني في الحله. يا اللهم بارك، الربع كيلو طلع لنا الكميه دي كلها. قبل ما ينتهي الفيديو ما تنسوش يا حبايبي اللايك والشير والاشتراك في القناه عشان يجيلكم كل جديد، وشيروه لكل حبايبكم واصحابكم عشان يستفادوا من الفيديو ويعملوا العاشوراء لاولادهم ويفرحوهم. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كنتم مع سلوى محمد.